هو مين اللي سمح ان العربيات دي يتم استخدامها لنقل البني ادمين او العمال بمعنى اصح، ويتم نقلهم بقى من مكان للتاني يسافروا بيها من الشرقيه لاسماعيليه؟ ومين بقى العمال؟ العمال اللي هم اللي قدامكم دول. ايوه، العيال الابطال دول هم دول العمال. انتوا متخيلين؟ العمال اللي اعمارهم 8 سنين و10 سنين و12 سنه هم دول العمال اللي فيه منهم 6 ماتوا من بيت واحد، ادم وعبد الله ومحمد والسيد والرضا واحمد. 6 امهم خرجتهم عشان تجيب 600 جنيه في اليوم، عشان يجمعوا 600 جنيه في اليوم. رجعوا لها كلهم في نعوش، خرجوا يجروا على 100 جنيه. ومن ال 100 جنيه دي عشان تبقوا فاهمين، العمال دول كانوا بياكلوا وبيشربوا بيها فطار وغدا في الحر اللي احنا فيه ده. 100 جنيه كانوا بيركبوا على العربية دي اللي من غير اي حماية، اللي من غير سقف، اللي هي بتاخد الشمس كلها على دماغهم، ومن غير بقى اي يعني بيقعدوا يتكربسوا فوق بعض كده. وده منظر تخيلي للحادثة. شايفين طاروا ازاي؟ شايفين ايه اللي حصل لهم؟ ما هي دي مش عربية نقل بني ادمين اساسا، مش للبني ادمين. يعني انا مش عارفة اقول ايه. البنت اللي قدامكم دي اسمها جمانة، اختها ماتت قدام عينيها واخوها في المستشفى. 19 حالة وفاة، في 6 منهم اخوات. ايه ده؟ تعالى انت بقى هنا كده يا مقاول الانفار. فرحت؟ انبسطت؟ 100 جنيه بتخرجهم عليها وقالوا ماشي. يعني عاشوا طول عمرهم في شقة وماتوا برضو في شقة، ماتوا في حادثة صعبة جدا وبشعة جدا. انت فرحان؟ 100 جنيه ايه دي اللي انت فرحان بيها ان انت بتديها لهم؟ بتقصهم ليه وتاخد نص الفلوس ليك؟ ليه؟ دول خارجين من المدارس، ما بيتعلموش، ما بيروحوش اي حاجة غير الشغل، بينزلوا المزرعة. ولا البنت اللي صورتها قدامكم دي ما كانتش بتحب تروح المزرعة يوم التلات، بس قررت ان هي تنزل يوم التلات اكنه اجلها على 100 جنيه. والله على 100 جنيه. فانا هنا بتكلم بقى مقاول الانفار اللي بيجيب الانفار والعمال ويروح بيهم على اي مزرعة بقى، بطاطس يجيبوها من الارض ويكسروا ظهرهم، اللي بياخدوا الشمس كلها من عزها. يعني دول بيخرجوا من البيت الساعة 5 الفجر، بيوصلوا المزرعة مثلا على 6 7، بيفضلوا شغالين من الساعة 7 لحد بالليل، لحد الساعة 8 9. انتوا متخيلين؟ الشمس كلها واخدين على دماغهم. والكلام ده في التلج برضو في الشتاء. زي ما قلت لكم امبارح، العربية دي تخيلوها النص نقل او الربع نقل دي كده، وهي محملة البني ادمين دي وماشية في الشتاء. تخيلوا الهواء اللي بيدخل صدرهم عامل ازاي. وفي الاخر على 100 جنيه. طب انت ما بتتقيش ربنا فيهم ليه؟ ده انت بتتعامل مع انقى ناس وابسط ناس. ده انت لو قلت لاي عيل صغير تاني تعالى عشان اديك 100 جنيه يقول لك يا عم اقعد بقى. 100 جنيه ايه؟ لكن دول خرجوا على 100 جنيه. دي ناس نقية، دي ناس بريئة، دي ناس ابسط ما يكون. ابطال، والله العظيم ابطال. اللي هم بيعملوه ده ابطال. ان هو يخرج من بيته الساعه 5 الفجر ويرجع الساعه 8 بالليل ويقعد الشمس كلها على دماغه عشان يلم بقى فول سوداني ولا بطاطس ولا ايا كان المحصول اللي هو بيلمه على 100 جنيه. بطل. بطل ان هو يستحمل ده. بطل. وبعدين احنا بنتكلم في اعمار ايه؟ 8 و10 و12 سنه. انا جالي ذهول لما شفت الصور بتاعتهم. ايه ده؟ انت لما تسمع برضو الاعمار ممكن تكون يعني الصورة مش واضحة في دماغك. دول شكلهم عامل ازاي؟ دول عيال بس ابطال. والله العظيم ابطال. الله يصبر اهاليهم. عيالهم يعني طول عمرهم كانوا عايشين في شقة. الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر اهاليهم. ويا ريت مقاولين الانفار يتعظوا واتقوا ربنا. لان هو لو هو مش محتاج ال 100 جنيه مش هيرضى ان هو يتعرض لكل اللي بيحصل ده بامانه.